مفيش سحر في نظام الكيتو او نظام الكارنيفور اللي بتاكل فيه لحمه بس، او نظام الفيجيتيريان دايت والخضروات بس. الموضوع كله انك بتشيل جزء كبير قوي من الاكل فبتقلل السعرات الحراريه جدا. يعني مثلا لما تبطل الكربوهيدرات كلها هتضطر تشيل كل الاكل اللي فيه كربوهيدرات زي الحلويات، السكر، البرجر، كل الاكل الزباله من الاخر اللي بتلاقيه في الشارع مش هتعرف تاكله، وبالتالي تاكل سعرات حراريه اقل من اللي بتحرقها، فبيساعدك على تخسيس الوزن. فالخلاصه هنا ان انت ما تحرمش نفسك من اكل معين او بكميه كبيره قوي، زي مثلا تشيل الكربوهيدرات كلها، بس خليك حريص ان انت تعرف سعراتك الحراريه وتقللها كويس. لو كلت باعتدال في معدل السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها عشان يخس، هتخس كده كده. فقلل جدا من اكل الجانك فود والمشروبات الغازيه والحاجات ديت، وركز ان انت تحسب اكلك، تشيل حديد كويس، زود حركتك، اعمل استرتشات، وامشي على النظام ده على طول، وهتلاقي نفسك خسيت وجسمك اتحسن. بص، مفيش سحر في نظام الكيتو او نظام الكارنيفور اللي بتاكل فيه لحمه بس، او نظام الفيجيتيريان دايت والخضروات بس. الموضوع كله انك بتشيل جزء كبير قوي من الاكل فبتقلل السعرات الحراريه جدا. يعني مثلا لما تبطل الكربوهيدرات كلها هتضطر تشيل كل الاكل اللي فيه كربوهيدرات زي الحلويات، السكر، البرجر، كل الاكل الزباله من الاخر اللي بتلاقيه في الشارع مش هتعرف تاكله، وبالتالي تاكل سعرات حراريه اقل من اللي بتحرقها، فبيساعدك على تخسيس الوزن. فالخلاصه هنا ان انت ما تحرمش نفسك من اكل معين او بكميه كبيره قوي، زي مثلا تشيل الكربوهيدرات كلها، بس خليك حريص ان انت تعرف سعراتك الحراريه وتقللها كويس. لو كلت باعتدال في معدل السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها عشان يخس، هتخس كده كده. فقلل جدا من اكل الجانك فود والمشروبات الغازيه والحاجات ديت، وركز ان انت تحسب اكلك، تشيل حديد كويس، زود حركتك، اعمل استرتشات، وامشي على النظام ده على طول، وهتلاقي نفسك خسيت وجسمك اتحسن.